السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة تجربتي قسم الموتوسيكلات. تحياتي ليكم ويا رب تكونوا كويسين. الفيديو النهاردة عيب، آه يمكن قلق ناس كتير قوي من موتوسيكل الفيجوري. عيب في الموتور قلق ناس كتير قوي 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 قوي. مش عارف العيب دوت، يعني هما ما كانوش واخدين بالهم منه ولا هو ظهر معاهم كده. العيب ده كان ظاهر معايا، بس انا هقول لكم ده ايه واصله ايه وازاي تعالجوا المشكله دي. العيب دوت مش في الفيجوري بس، العيب دوت في اي مكنه صيني. انا كنت معايا 3 مكنات قبل كده، والمكنه الفيجوري ديت آه مش هقول لكم يعني العيب دوت خنقني ازاي. اللي هو ايه، تخيل كده مثلا ان وانت طالع المطالع او راكب حد وراك او اي حاجه، ما تلاقيش عزم، تيجي تطلع مطلع، تيجي تروح مشوار، فجأة مرة واحدة تلاقي المكنة تدي بنزين، تدي الغيار، مفيش عزم ولا في سحب معاك، ومع انك لسه المكنة جديدة. يعني المفروض الموتور لسه بحالته، الموتور لسه بعافيته، وتلاقي مفيش عزم ولا سرعة ولا سحب معاك. وبتبان اكتر في المطالع، وتبان اكتر لو انت محمل او في حد راكب وراك. فطبعا ظهر العيب ده معايا، لسه جايب المكنه جديده، ازاي يعني انا برضو شكيت، قلت لا ده مكنه، ده عيب، ده مش عارف ايه. هو مشكله كانت بسيطه قوي، ولما قعدت مع نفسي كده هديت بس شويه. لان طبعا لما بيظهر عيب زي كده، انت اول حاجه بص، ده انا دفعت فلوس قد كده في مكنه مش عارف ايه، ده انا مش عارف ايه، يا ريتني كنت جبت مكنه مش عارف. لا، وهو اصلا عيب طبيعي. يعني هو ده طبيعي، انت الموتور لما بيتقفل اصلا في المصنع، هم بيقفلوه بيجربوه ان هو شغال داير بس كده، وبيركبوه بيحطوه لك في الصندوق، وانت بعد كده لما بتشتري الموتوسيكل بيتقفل وخلاص، بتركب الموتور وبتمشي. لكن الميكانيكي الصح التمام، اللي بيفهم وهو بيقفل وهو بيظبط الموتور، المفروض بيظبط الهواء ويظبط التكيهات، بيظبط يعني الدبرياج، بيظبط كل حاجة، وهو بيظبط بحيث ان لو في حاجة مش مظبوطة، في حاجة عيب في التقفيل، يقدر يصلحها. لكن العيب دوت عيب بقى السحب وقلة العزم في المكان الجديد وانت لسه شاريه دوت، ده عيب هوا. مسمار الهوا هو اللي مسؤول عن العيب دوت. انت تخيل كده مثلا، يعني انا مسمار الهوا هوت، ده مكانه. المسمار دوت مسؤول عن دخول الهواء لغرفة الحريق هنا، بيظبط الهواء. لو قفلته هيقفل الهواء معاك ويخنق المكنة، ولو فتحته قوي عن اللازم هيخلي المكنة تاخد هواء زيادة وتدخن وتقطع معاك. يبقى هو لو مقفول هيخنق لك المكنة، ومش هتلاقي عزم ومش هتلاقي سحب، وهتلاقي المكنة تقيلة معاك في المطالع، ولازم ترجع غيار عشان يبقى فيه عزم شوية ومش فيهاش سحب. فاللي يلاقي العيب ده معاه يحاول يظبط الهواء. وفي فيديوهات كتير قوي عن ظبط مسمار الهواء، اتفرجوا عليها وشوفوها واتعلموا. عيب يعني، دخل الناس دخلت غيرت ورق دبرياج وغيروا سلك، وغيروا حاجات وعملوا تكيات، وهو في الاخر المسمار دوت ظبط الهواء منه. طبعا برضو تتأكد ان الفلتر عندك نضيف. الفلتر برضو لو اتسد فيه المسام بتاعته من التراب، برضو يقفل لك الموتور ويقفل لك العزم ويقفل لك السحب. فلازم تتأكد من نظافة الفلتر وتظبط مسمار الهواء، هيظبط معاك، وهتلاقي المكنة بسم الله ما شاء الله تحت رجلك سحب وفي المطالع كمان وزي الفل. فانا لما ظهر معايا العيب دوت، انا يعني اتخنقت وكده بس
هديت مع نفسي كده وفكرت، لقيته ان هو كان في المكن معايا برضو قبل كده ظهر، وانا لما جربت كده فيه ظبط. فروحت مجرب وظبطت مسمار الهواء، لفيته فتحته سنة صغيرة، لقيت المكنة اتظبطت معايا وما بقتش تبطل على المطبات ولا على الصلاصية، وبدأت زي الفل. فيعني مشكلة كبيرة بتخنق الواحد، بس حلها بسيط جدا، ولا محتاج تروح لميكانيكي ولا محتاج تدفع فلوس كتير. مسمار حتى يعني المكنة ديت ميزتها ان المسمار اعرف اظبطه بصباعي. يعني المكن زي التفاحة، كربراتير زي بتاع التفاحة او الدايون 7 زي اللي كانت معايا، ما كنتش بعرف اطول المسمار بايدي، كنت لازم احط مفك رفيع عشان اعرف اطول المسمار او الفه. لكن المكنة ديت حلاوتها ان المسمار ظاهر وتعرف تظبطه بايدك. يعني بصوا كده اهو، انا كده ماسك المسمار اعرف اجيبه يمين وشمال. لكن المكن التاني المسمار ده بيبقى غاطس جوه، ما بعرفش اطوله، فلازم يبقى في حاجة رفيعة او حاجة تعرف تخش فيه. فأتمنى أكون فدتكم بمعلومة بسيطة كده ظهرت معايا، خلت ناس كتير قوي تبيع المكنة، وهي أصلا بصراحة خسارة إن حد يفرط فيها. يعني في ناس كتيرة تقولك لا يا عم ده مفيهاش حزم ومفيهاش سحب، دي مكنة أي كلام، وهو أصلا عيب تقفيل. اللي قفل المكنة وهو بيجرب كده ما ظبطش مع مسمار الهواء، ما ظبطلوش الدنيا. فمع الوقت مع الكربراتير بياخد وضعه، لقى السحب قال لك لا دي المكنه ضعيفه وهي لسه جديده. هو فعلا عنده حق، المكنه لسه جديده وما فيهاش سحب ولا عزم، يبقى كده ده عيب. بس ما قالش العيب من ايه، مش في المكنه بقى ولا في الموتور. انت المفروض لو صنايعي محترم او ميكانيكي محترم هيقول لك لا ده حاجه بسيطه، يظبط الحاجات دي ويشوف الفلتر الهواء، يشوف الدنيا، هتلاقي الدنيا بقت زي الفل معاك. واتمنى كده ان الفيديو يكون عجبكم، وياريت لو استفدتم لايك واشتراك، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.